عظيم. استاذ احمد. امام عاشور بعيدا عن الاهلي والزمالك، ماشي. موضوع تاني خالص يعني. البعض خرج وتحدث عن انه امام عاشور مش مصاب ولما رجع مم. مش حقيقي. ناس غلطانه يعني. والبعض خرج وتحدث انه امام عاشور مصاب بشد في العضله الخلفيه، مزق في العضله الخلفيه، برضه مش حقيقي. طب ايه الحقيقي بقى؟ الحقيقي ان هو مصاب. اه بس الاصابه عباره عن ايه؟ ودي اول مره هتتقال يعني. اه اصابه امام عاشور هي قطع في وتر العضله الخلفيه، ودي اصعب وارخم اصابه بتيجي في العضله الخلفيه لاي لاعب. واحده واحده. تيجي تقول لي طيب يعني امام لما كان جاي للجهاز الطبي لمنتخب مصر بقياده الدكتور محمد ابو العيله كان جاي من هناك عشان يتعالج. تمام. وبتبعت تقرير يومي بالفيديو لنادي ميتلاند الدنماركي. ماشي. تمام يا شوقي؟ تمام. فهو بالنسبه تمام يا شوقي، ايه ده؟ انت محتاج تعتذر لمصر ما خلاص كلها بقى. ده انا طلعت قلتها غلط مره تاني. ده الدوري المثلي ده تاني دنمارك خلاص. تفتح على نفسك ليه الابواب دي؟ امام عاشور كان بعت للدوري المثلندي، بيتبعت للدوري الدنماركي تقرير يومي فيديو وتقرير اسبوعي يعني. الا انه المفاجآت في النص انه امام عاشور كان بينقطع بمده اسبوعين مثلا عن العلاج، وكان من المفترض ان يعود امام عاشور لميتلاند يوم 20/6. ده ما حصلش لانه اصلا ما كملش علاجه. هو ما اتعالجش، علاجه لم يكتمل. وتم ارسال مخاطبات صادره ووارده من الجانب المصري للجانب الدنماركي انه يا جماعه الراجل ما بيجي، منقطع اصلا، منقطع، يروح شويه ويقعد شويه. تمام. فكانت هذه المخاطبات تتم الى هو في مرحله علاج ولا في مرحله تاهيل؟ لا، في مرحله علاج، وهذه الاصابه تحتاج ل3 شهور علاج. 3 شهور علاج، وكل يوم انت بتغيبه او ما بتحضروش بيطول مده العلاج. مش بس كده، بيخلي ان الاصابه دي ان هي ممكن ترجع لك في اي وقت. لان هي دي اخطر اصابه في العضله الخلفيه. ماشي. فكان دايما المراسلات بتتم بين الجانب المصري وفريق ميتلاند، وانه امام عاشور مش ملتزم نوعا ما. وفي النهايه الجانب الدنماركي، الفريق الدنماركي ارسل خطاب اعتذار عما يقوم به امام عاشور لينا هنا للجانب المصري. لان هو الجانب المصري مطالب. اصل العلاج ما جاش بالاتفاق من امام، هو العلاج في مصر كان بناء على رغبه بعت امام. اتحاد الكوره عشان المنتخب يعني؟ لا، بعت للجهاز الطبي. المخاطبات بتتم مع الدكتور. الدكتور هنا والدكتور هنا. ماشي. هو علاج امام في مصر كان بناء على رغبته وبناء على طلبه. ايوه. فلازم يكون في امانه ومصداقيه من الجانب الطبي هنا والجانب الطبي هنا. فكان بيتبعت تقارير. فهنا بعت انا ما فيش التزام، هناك بعت قال انا بعتذر. فبالتالي ده خط سير امام عاشور خلال الفتره الماضيه كلها باصابته، بانه المتوقع يرجع بعد 3 شهور. بس ال3 شهور دول هيزيدوا كمان شويه لان هو لم يلتزم بالعلاج اللي محطوط له او الكورس اللي هو المفروض يمشي عليه. دي مفاجاه دي. مفاجاه. ريهام، البدايه معاكي ومباشره كده وبلا اي مقدمات. سوزا قصته ايه من طقطق لسلام عليكم؟ كنت عملت اشاره يعني هناخد ده الخبر الاولاني. يلا بينا. ماشي. خلاص غيروا بس العناوين عشان ده كان الخبر الثالث معانا. يلا. كنا اتكلمنا مع بعض الحلقه اللي فاتت عن سوزا في المرشحين وقلنا ان هو رقم 1 عند النادي الاهلي، وحتى اتكلمنا وقتها عن الكواليس اللي حصلت مع برونو سافيو والكلام ده كله، وان هو ليه ما جاش، وان الموضوع دلوقتي بدا. وبالظبط قلت الحلقه اللي فاتت ان هو استفسر من الناس عن موقف النادي الاهلي المالي وهل عنده مشاكل ماليه ولا لا. الجديد في سوزا ان الاهلي اتقدم بعرض رسمي خلاص للاعب. في مفاوضات. العرض قيمته $500,000 يا ابراهيم. بيتفقوا مع اللاعب او شبه اتفقوا الى حد ما على المرتب بتاعه. اللاعب فاضل له سنه بس في عقده مع النادي بتاعه وممكن يمشي فري بعد كده. 29 سنه هو، صح كده؟ 29 سنه بالظبط. بس لحد دلوقتي يعني برغم ان الاهلي قدم عرض رسمي وبرغم ان في مفاوضات جاده، المره دي جاده جدا، والمدير الفني موافق على ضم اللاعب بشكل كبير خلاص يعني ومقتنع بيه جدا، لكن برضو النادي الاهلي حاطط بديل او 2 للاعب عشان اي حاجه ممكن تحصل. زي ما شفنا طبعا الميركاتو اللي فات كان بعد ما اتفقوا مع يعقوب وحصلت ما اعرفش الاصابه، بعد ما اتفقوا مع مارسينيو حصل ما اعرفش ايه، فبالتالي هم حاطين بدايل ثانيه. لكن في الوقت الحالي لا، سوزا هو الاقرب. قدموا عرض رسمي، تقدم بالفعل للنادي هناك، والمفاوضات شغاله، وممكن لو المفاوضات مشيت بنفس الطريقه اللي ماشيه بيها الايام اللي فاتت الموضوع يخلص خلال الايام اللي جايه. طبعا لو صحت إصابة إمام عاشور هتبقى حاجة مش كويسة، خاصة لو اللاعب ما التزمش بالعلاج. لكن وجوده في الأهلي إن شاء الله ومنظومة الأهلي هتخليه يلتزم غصب عنه، ولعله يرجع بصورة سريعة للنادي الأهلي إن شاء الله بعد إعلان التعاقد عنه. وبالنسبة للاعب
سوزا هو لاعب إمكانياته عالية جدا، بنتمنى تمام الصفقة على خير، لأن الأهلي فشل فيها السنة اللي فاتت، كان عايزه من السنة اللي فاتت، وبيتفاوض حاليا مع الفريق بتاعه بتاع كوريا الجنوبية، ولعله خير ويتم التعاقد سريعا، وهيكون فايدة كبيرة جدا لخط الهجوم. بتمنى تمام الصفقة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.